السلام عليكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أهل البلد. هذه المرة من الناصرة. المؤسسة الإسرائيلية تسعى لتهويد وأصرلة أسماء المدن والقرى العربية: أسدود، أشدود، عسقلان، أشكلون، الناصرة، نتسيرت. الهدف هو طمس الهوية العربية، فبعد أن سرقوا الأرض سرقوا الاسم ثم حرفوه. سياسة إسرائيلية متبعة من مقامة الدولة، تغيير أسماء القرى والمواقع الأثرية. طبعا هن بدهن يثبتوا الأسطورة تبعتهن، أسطورة إنه هاي أرض الشعب اليهودي. فهذا واضح الشيء واضح إلنا إنه بدهم يحاولوا يغيروا أسماء المعالم، أسماء القرى، أسماء المدن، وفي النهاية مش راح ينجحوا. هذا التغيير هو تغيير مؤقت شكلي، بس في قلوب الناس بعدها أسماء المدن والمواقع التاريخية والأثرية والمساكن والقرى، بعدها الناس بتتداول بالأسماء الفلسطينية. تظن أنه الجيل الشاب يعني ماض في استخدام هذه المصطلحات أم أنه ملتزم بالمصطلحات العربية؟ لا بالعكس، مش ملتزم. لا يعني إلها للخراب أكثر. لا للخراب أكثر. أنت بتختلف معه؟ طبعا أنا بعتقد الجيل الشاب اليوم أكثر وعي من جيلنا ومن الجيل اللي قبلنا. الجيل الشاب اليوم مطلع أكثر على النكبة، على اللي حصل في البلاد، بدرس أكثر، بيراجع أكثر. طبعا يعني لا شك أن هناك في فئات معينة نتيجة التخالط، لأنه احنا اليوم جيل الانترنت وجيل الفيسبوك والبليفونات، الايفون الجديد، كل هاي الاشياء موجوده بالتليفونات وبالانترنت. بيقدر اي موضوع، اي واحد بيطلع على الموضوع في الانترنت بطوله، بيستفسر وبيشوف شو الاشياء الموجوده. أنت مع استخدام الأسماء العربية ولا الأسماء العبرية؟ طبعا الاسماء العربيه، لانه انا عربي وبعتز بعربيتي اكيد، وانا بستخدمش الاسماء العبريه بس العربيه، الا مع اليهود يعني بستعمل العبري، مع العربي عربي ومع العبري عبري، مع الانجليزي انجليزي، اكيد مضطر طبعا. يعني بلا مؤاخذة اللي بيطلع على مصر واللي بيروح على الضفة بس يحكوا باللغة العبرية. احنا عارفين وانت عارف والكل عارف يعني انه ايش هذا، انه ايش ان هن بيركضوا ورا ايش، ورا انه اللغة العبرية، حتى انه يكونوا بارزين انه هن من عرب اسرائيل مش فلسطين 48. وين المشكلة؟ المشكلة في كثير مشاكل. يمكن بلا مؤاخذة انه المدارس بتعلمش مزبوط التاريخ الفلسطيني، يعني بلا مؤاخذة صارت اللغة العربية هي لغة مهجورة، فهمت علي؟ بطلت انه قائمة، صارت كل يوم اللغة العبرية صارت الدارجة أكثر. يعني بلا مؤاخذة لما نروح على كذا محل بقول له أعطيني بشتري محاشير، بقول له بدي بكوش الناس كوش بحسوه بدي محاشير، يعني هاي بلا مؤاخذة لغة عبرية. في أماكن أخرى بيقولوا كمبيوتر، وهو أيضا يعني مصطلح إنجليزي. كمبيوتر بصدر، أما
وانا للاسف ولا مؤاخذه ماخذ علامات عن هاي الدوله العبريه. يعني انتوا عايشين تحت تاثير. اكيد لابد خلي المحتل يغير اشياء كثيره. وهدول يعني 6 عقود من التاثير، صح؟ نعم 6 عقود من التاثير. اكيد 6 عقود، كمان مش بس التأثير اليهودي، كمان احنا متأثرين من تأثير الاتراك بعدنا لليوم، لانه في كثير كلمات تركيه نستعملها اليوم، وكثير في كلمات انجليزيه برضه بعدها بنستعملها لليوم من الاحتلال الانجليزي اللي كان عندنا. هذا محل لكم ولا انتم بس زباين؟ لا يعني احنا اصدقاء. سرقوا الأرض وسرقوا الوطن وسرقوا أسماء المدن والبلدات والشوارع الفلسطينية واستبدلت بأخرى عبرية. فلسطينيو الداخل يرفضون الخضوع لرغبة الاحتلال بتثبيت الأسماء العبرية التي أصبحت جزءا من المؤسسات الإسرائيلية، فحكومات الاحتلال تحاول بثها ونشرها وطمس مسمياتها العربية. إذا هذا الخضيرة مكتوب بالعربي حديرة، مش خضيرة الاسم العربي الأصلي، هذا يعني تجذير الاسم العبري كالاسم الأساسي للمنطقة. تغيير الوعي هذا يعني حسب ما نشاهده جزء لا يتجزأ من آليات السيطرة والتحكم بالإدراك التاريخي، بالوعي الجغرافي، بالوعي السياسي للمجتمع العربي الفلسطيني في الداخل. احنا اليوم يعني بنعرف شو كان اسماء القرى قبل او المستوطنات، او كثير من المدن تغيرت. فاليوم تسمع الناس وين رايح، بقول لك رايح عكو، بطلوا يقولوا حتى عكيا. فمع الاسف هذا الاشي كثير منتشر. شو كانت قرى كثيره او مدن صارت مدن بعدين، شو كان اسمائها الفلسطينيه بنعرفش احنا. فطبعا صار في فجوه كبيره بين شو كان وشو بنعرف. المدن الرئيسية منذ اليوم الأول للاحتلال غيرت أسماؤها، إما تغييرا كاملا مثل القدس التي تحولت إلى أورشليم، أو تحريفا بطريق تبديل الأحرف مثل عسقلان التي حرفت إلى أشكلون، وغيرها من المدن أو القرى أو المناطق الجغرافية. سياسة العبرنة بدأت منذ عشرات السنين بشكل تدريجي لامتصاص الغضب الفلسطيني، لكن الخطوة الاحتلالية الرسمية الأكثر وقاحة كانت قبل 4 سنوات، حيث أمر وزير المواصلات الإسرائيلي إسرائيل كاتس بتهويد أسماء البلدات والمدن المكتوبة على الإشارات واللافتات المنتشرة في الشوارع والطرقات الرئيسية. ويقضي قرار التهويد بشطب الأسماء العربية لأكثر من 2000 مدينة وبلدة، والإبقاء على أسمائها العبرية فقط مع كتابتها بالأحرف العربية والإنجليزية، الأمر الذي رفضه الفلسطينيون في الداخل. إذا مشاهدينا اطلعنا على مجموعة من الآراء هنا في مدينة الناصرة حول عبرنة الأسماء، أسماء القرى، المدن العربية، من هذه المدن التي بقي لغاية اليوم، ومن هذه المدن والقرى التي تم هدمها وتهجير أهلها. معنا هنا في هذا المركز، هذا مركز اسمه جمعية التراث للعودة إلى صفوريا، معنا نرمين موعد وهي المبادرة لحملة ما اسمهاش هيك، ومعنا أيضا الأستاذ خالد عوض وهو الباحث في التراث الفلسطيني، ومعنا جمال أمارة وهو الصحفي من الجليل. سوف أبدأ معك نرمين، يعني سمعنا عن هذه المبادرة ما اسمهاش هيك، بداية إلى ماذا تدعون؟ يعني ما هي الفكرة التي تحاولون إيصالها للشباب الفلسطيني هنا؟ الفكرة بلشت بالأساس من واقعنا الفلسطيني خاصة في الداخل. كيف ما بتعرف سنة 48 تم تهجير أكثر من 530 قرية مهجرة وعبرنت أساميها. للأسف إحنا الجيل الثاني والثالث والرابع للنكبة شوي تأثرنا بالأثر اللي عبرنت الأسامي. من هون بلشت الفكرة إنه إحنا نحكي هاي الأسامي، هاي المدن والقرى الفلسطينية لها أسامي عربية، إحنا لازم كجيل جديد نحافظ على هاي الأسامي.
جمال، هل تظن أنه بالفعل يوجد هنالك أهمية لتوعية الشباب الفلسطيني بأهمية الابتعاد عن هذه الأسماء العبرانية والتمسك بالأسماء الفلسطينية؟ أعتقد من الأولويات لدى كل شخص يهمه مصلحة الشعب الفلسطيني أن يولي أهمية قصوى لهذا الموضوع. عبرنت وأسرلت قرانا وأسماء شوارعنا وأسماء قرانا المهجرة هو أمر خطير، هو الطريق لعملية إزالة كل ما هو فلسطيني من ذاكرة الجيل الجديد. للأسف هم نجحوا، المؤسسة الإسرائيلية نجحت في زرع هذا الأمر في الأجيال المتعاقبة وصولا إلينا، ولكن اليوم ربما بإمكاننا الوقوف أمام هذا التيار عبر عدة وسائل، منها وسائل التواصل الاجتماعي التي استغلتها الزميلة نرمين وأصدقائها، ولكن هذا لا يكفي. نحن بحاجة إلى تحرك مدروس على مستوى قيادات، مستوى مسؤولين، مستوى نهضة علمية، أدباء للتحدث عن هذا الأمر. هناك غزو لكل ما هو عربي، لغتنا العربية أصبحت بخطر في شوارعنا، في قرانا الداخلية. ليس أنا لا أتحدث عن الخارج، عن المفارق التي تخص قرانا، بل أتحدث عن المحلات التجارية التي أصبحت ترفع أسماء لها باللغة العبرية وزبائنها 99% من العرب. هنا نحن بحاجة وقفة تفكير شمولي لهذه الظاهرة والعمل بشكل الصحيح على إعادة لغتنا العربية إلى مسارها من جديد. مشاهدينا، سوف نطلع الآن على هذا الفيديو لحملة ما اسمهاش هيك لنشاهد سويا. حملتنا انطلقت من واقعنا الفلسطيني بالداخل، تهجيرنا من قرانا، تهويدها وعبرنة أسمائها. حملتنا بالأساس عشان نرجع نتذكر أسماء قرانا ومدننا المهجرة. حملتنا ما اسمهاش هيك. يا عمي ما اسمهاش هيك، سموهاش بالعبراني. بلداتنا العربية إلها أسامي فلسطينية وكنعانية، حملتنا ما اسمهاش هيك. يزرعيل ما اسمهاش هيك، هي قرية زرعين المهجرة. سيبوري ما اسمهاش هيك، هاي قرية صفوري المهجرة. ما اسمهاش أحيهود، اسمها البروة. ما اسمهاش كريات شموني، اسمها الخالصة. ما اسمهاش تصابت جولاني، اسمها مسكني. ما اسمهاش مفترق شوكت، اسمه المسمية. ما اسمهاش يافت الأبيب، اسمها يافت البحر. في كمان شغلة لازم أوضحها، كتار منا بفكروا إنه تل أبيب هي تل الربيع. ما اسمهاش هيك، تل أبيب هي عبارة عن مجموعة قرى تم تهجيرها سنة 48 تابعة لقضاء يافا، أهمها شيخ مونس والمنشية. حملتنا ما اسمهاش هيك، اسمها هيك. إذا مشاهدينا، شاهدنا هذا الفيديو الذي قام بإعداده مجموعة من الشبان والشابات، حملة ما اسمهاش هيك، ولكن على المستوى التاريخي. يعني كيف قامت الحركة الصهيونية بداية بعبرنة هذه الأسماء، هذه أسماء لمدن فلسطينية: أسدود، عسقلان، يافا، الخليل، نابلس. كيف بدأوا بعبرنة هذه الأسماء؟ طبيعي الحركة الصهيونية بعد تثبيت وجودها أو كيانها في فلسطين التاريخية بعد مؤتمر بازل، بعتقد بعد سنة 1878 بدأت الحركة الصهيونية بالعمل على تغيير الأسماء من خلال بناء المستوطنات، الهجرة الأولى والثانية كلنا بنعرف الهجرات اللي تمت، فبالتالي بدأت في عملية تغيير، وضعت أسماء عبرية للمستوطنات أو المستعمرات التي بنتها في بدايات الهجرة الأولى.
هذا طبيعي قبل وجود الكيان الصهيوني في فلسطين قبل 48. وبعتقد بعد هذه الفترة بنشوف انه في عام 1922 تم ايضا بداية نقل وتغيير اسماء معينة لمواقع معينة حتى تتماشى مواقع الحركة الصهيوني او الفكر الصهيوني الموجود. حتى الان هناك ما لا يقل عن 7000 موقع فلسطيني تم تغيير اسمه العربي، وهذا شيء خطير جدا. من عام 1878 حتى عام 1951 تم في تغيير ما لا يقل عن 7000 موقع فلسطيني. هذا الموقع كان الهدف أساسه طمس الهوية الفلسطينية، طمس المعلم والمكان الفلسطيني من خلال عملية التهويد ومخططات التهويد والخطط الاستراتيجية التي وضعتها الحركة الصهيونية العالمية من أجل تدمير وطمس كل المعالم التاريخية للشعب الفلسطيني. يعني على سبيل المثال بنشوف نرى أن هناك عادة أسماء المواقع التاريخية، أسماء المواقع الأثرية، أسماء القرى، الشجر، الأودية، الجبال، كلها تغيرت أسماؤها لتتماشى والواقع وواقع الحركة الصهيوني وواقع لا يمت إلى المكان بصلة. وأنا أعتقد أن هذا العمل التي تقوم به الحركة الصهيونية هو لم يكن مجرد تفكير عشوائي، وإنما وصل الأمر بأن يكون على رأس القائمة دافيد بن غوريون. ففي عام 1948 طلب من خبراء متمرسين في التاريخ والجغرافيا والآثار والتوراة وفي اللغات من أجل إعادة صياغة الأسماء العربية وتحويلها إلى أسماء عبرية. وهذا العمل بالفعل يمكن أن نشاهده ونراه اليوم أن العملية مستمرة وأن عملية التهويد مستمرة وما زالت حتى الآن تستهدف الإنسان الفلسطيني في داخل ال 48. نرمين، هنالك العديد من المحاولات للتذكير بالهوية الفلسطينية والعربية، هنالك العديد من الكتب من الدراسات، ولكن أنتم ذهبتم إلى الوسيلة التي يفهمها الشباب الفلسطيني، استخدام هذا الفيديو، مواقع التواصل الاجتماعي. هل تظنين بأن هذه الوسيلة الآن بالفعل فعالة أكثر من الوسائل الكلاسيكية مثل الكتب، مثل المجلات، مثل الندوات والمؤتمرات؟ يعني كيف بتعرف أنه اليوم الفيسبوك بيشغل حيز كتير من وقتنا اليومي، كان هو الوسيلة الأسهل إنه إحنا نتواصل مع جيل الشباب. فكان هاي الخطوة الأولى اللي إحنا قمنا فيها، إنه إحنا فتحنا صفحة الفيسبوك، وكمان كان بالتزامن مع إنه إحنا كمان نطلق الحملة اللي هي كانت ب15/5، وبالإضافة إنه إحنا كنا مجموعة أطلقنا على نفسنا شباب الذاكرة. كمان صورنا فيديو الحملة كمان بقرية مهجرة هي قرية صفورية. هاي القرية كمان أنا بالأصل من قرية صفورية، واليوم أنا موجودة بالناصرة. كل السوشيال ميديا هي كانت إشي كتير يسهل علينا إنه إحنا نتواصل مع الشباب، خصوصا إنه هو كتير في تواصل اليوم من خلال إنه حدا يعملنا شير على الصفحة، أو من خلال إنه إحنا نحط تفاصيل عن القرى المهجرة. يعني أنا من يوم ما أطلقنا الصفحة لليوم إحنا عم نذكر الناس بنحط عنا ستاتوس على الصفحة نفسها، بنذكرها مثلا ما اسمهاش كريات شمونة، نحط شو اسمها اليوم، فالناس تصير تدور شو اسمها لكريات شمونة. كان في كتير تفاعل كتير كبير من المتصفحين، يعطونا الأسامي تبعتها لأنه اسمها الخالصة، أي قضاء صفد، حتى فينا كانوا يعطونا معلومات اللي هي أكثر واسعة عن القرية. والشيء كان فيه كان فيه تجاوب كتير وسيع من قبل المتصفحين. جمال، بخصوص الإعلام الفلسطيني، الإعلام العربي شارك في يعني في هذه المصطلحات، هذا مما لا شك فيه. خلال العقود الستة الماضية، خلال حتى 20 سنة الماضية، الإعلام شارك بشكل طبعا غير مباشر. السؤال هو، واشرح لنا هنا كيف ساعد الإعلام العربي على تثبيت أسماء عبرانية؟ طبعا أنا بدي أحكي على حالة الإعلام الآنية الموجودة، اللي أنا ما بقدر أحكم على الإعلام قبل 20 سنة لأني ما عايشت ولا كنت صحفي في هذيك الفترة. الإعلام اليوم وخاصة مواقع الإنترنت اللي هي بتشتغل بشكل مباشر 24 ساعة في اليوم، تتلقى بيانات من الشرطة الإسرائيلية حول وجود حادثة معينة على مفرق كذا وكذا.
أعطيك مثال، هناك قرية كفر كنا منذ مئات السنين مدخل كفر كنا يسمى المحدر. محدر هو بداية انحدار الأرض باتجاه مدينة طبرية أو بحيرة طبرية. منذ 30 عاما سمي هذا المفرق مدخل كفر كنا المحدر إلى مفرق بيت رمون. وهو بيت رمون هي مستوطنة تبعد 3 كيلومتر على ظهر جبل طرعان، وحولوا اسم هذا المفرق على اسم المستوطنة. ولكن ما يؤسف أننا كمراسلين من منطلق جهل ننسخ ما ترسله لنا الشرطة الإسرائيلية، وقوع حادثة معينة على مفرق بيت رمون. أنا شخصيا أستعمل مفرق المحدر بين هلالين مدخل كفر كنا، لا أستعمل، ولكن أشاهد الغالبية العظمى من باقي المراسلين العرب ينقلون حرفيا ما تطعمهم إياه الشرطة. هذا جزء من إنجاح هذا المخطط. هناك مصالح على مشارف كفر كنا تسمي مصلحة كذا وكذا على بالقرب من مفرق بيت رمون. لم أشاهد أحدهم على مستوى قيادات تعالوا لنغير هذه الأسماء، تعالوا لنحول الأحرف العبرية إلى أحرف عربية، أو تعالوا لنجعل مناصفة عبرية وعربية. هناك من فعل ذلك. لعله من أكثر الأخطاء خزيا أشكل عسقلان. يعني هذا الاسم عسقلان ليس يعني من الأسماء المبهمة، يعني الكل يعرف بأنه اسمها عسقلان، والجميع مستمر، ليس الجميع ولكن البعض مستمر في استخدام أشكل طوال الوقت. السؤال هو هل بالإمكان تصحيح هذا الخطأ، وما هي الوسيلة لتصحيح هذا الخطأ عند الإعلاميين؟ أنا لا أريد أن أظلم الإعلاميين أو المراسلين، كونهم الأمر ليس بيدهم، الأمر بيد مشغليهم أصحاب وسائل الإعلام. هناك سياسة لدى أصحاب وسائل الإعلام، هم يستطيعون الإملاء على المراسلين وربما توبيخهم في حالات إذا أرسلتم لنا خبر أو بيان لا يحوي الاسم الأصلي لقرية مهجرة أو مفرق معين. ولكن للأسف الأمر هو عكسي. لربما إذا أرسل مراسل اسم عربي لمكان معين يسمى بالأصل بالاسم الفلسطيني، لربما يعتقدون في التحرير أن هناك خطأ في المقالة أو في الخبر المرسل. خالد، بالنسبة لموضوع عبرنة الأسماء هنالك عدة أشكال. وضح لنا كيف تعمل المؤسسة الإسرائيلية وما هي الوسيلة اللغوية التي يستخدمونها؟ لا شك أن المؤسسة الإسرائيلية بخبرائها بالطاقم العاملين في عملية طمس الهوية الفلسطينية وفي مخططات التهويد وفي عملية دراسة المواقع الجغرافية والتاريخية في فلسطين التاريخية، هناك من يعمل أيضا على اللسانيات، دعنا نقول اللسانيات، وهي عملية تغيير الأحرف في داخل الكلمة العربية. كيف؟ أنا أريد أن أوضح ببساطة للمشاهد كيف. على سبيل المثال كما ذكرت الآن، نحن نعترف تاريخيا وأثريا عسقلان هي مدينة تاريخية. اليوم اسمها في اللغة العبرية إشكلون. صفوري هي قرية مهجرة تبعد 3 كيلومتر عن الناصرة، اسمها صفوري وليست سبوري. وعادة ما يذهبون في هذه الأسماء وفي تحريف الكلمات أو الأحرف، تغيير الأحرف حتى تتماشى والواقع الجديد للمخطط الاستراتيجي الذي يدرسه أو درسه هؤلاء العلماء. اليوم نحن نعاني من مشكلة جديدة، وهي عدم كتابة الكلمات العربية على اللافتات في الشوارع وفي المفارق، وفقط أن تكتب الكلمة في اللغة العبرية. يعني فقط أنا أريد أن أبقى في نفس النقطة اللي هي نقطة، يعني سوف نتحدث عن هذا الموضوع لاحقا، ولكن في نفس النقطة كيف كيف يحرفون أسماء مدننا وقرانا؟ لا شك أن هناك كما ذكرت أشخاص يعملون على تحريف الكلمات. كيف؟ وعلى سبيل المثال نابلس، نحن نعرف نابلس كمدينة فلسطينية تاريخية،
اسمها الأثري شكيم. نعم. يأخذون الاسم القديم ويحولونه إلى اسم يتلائم في اللغة العبرية، يتلائم والواقع العبري، فتحولت من شكيم إلى شخيم. فهناك بعض الأحرف التي يتلاعبون فيها، خصوصا الأحرف التي يمكن أن تتلائم، خصوصا الأحرف أو الكلمات الكنعانية والآرامية التي سجلت فيها أسماء مدننا الفلسطينية تاريخيا، فبالتالي يلعبون في هذه الأسماء ويحرفونها حتى تتلائم واللغة العبرية. كما ذكرنا الخليل، حبرون في اللغة العربية، حبرون يسمون أيضا حبرون، يأخذون في بعض الأحيان الاسم كما هو في حسب معتقداتهم، أو يأتون به كما ورد في التوراة على سبيل المثال. مشاهدينا، اليوم تجولنا أيضا في مدينة الناصرة، استطلعنا بعض آراء الناصريين أهل مدينة الناصرة، وسألناهم عن هذا الأسلوب في عبرنة الأسماء والقرى الفلسطينية. لنستمع إلى بعض هذه الآراء. بتخيل اليوم مع جيل جديد في حاجة إنه نحافظ على قضية الأسماء العربية للمناطق، على الأقل عشان الذاكرة تاعتنا تضل ذاكرة حية باسم المكان وباسم الزمان وبفلسطينيتنا وكلها بوجودنا. فالاسم العربي في حاجة نحافظ عليه. بتخيل إنه عبرنة الأسماء العربية بتأثر. يعني كل تحويل الاسامي القرى العربيه لاسامي عبريه هدفها انه احنا ننسى انه هون كان في قريه، وانه كان في قضيه انسانيه كثير كبيره بهذا المحل. وبفكر احنا دورنا يعني كثير كبير بهذا الموضوع. دورنا على انه احنا نربي اولادنا، اول شيء احنا نربي حالنا قبل ما نربي اولادنا، على انه نعرف وين كان في قرى وتهجرت وتغيرت اساميها. الاسماء اللي هي اكثر شيء ممكن ينحكى، ينشاف، ينذكر، يتم توجيهه في الخرائط وهيك، هو شيء اللي موثق كل الوقت. فعمليا عمليه المحي بتكون من اقوى العمليات من خلال هاي الكتابات والتسميه. احنا لازم نتمسك باللغه العربيه لان هي لغتنا الاصل، لغه جدودنا، ولغه الاصل هي اللغه العربيه. مش لازم نتقلد من اليهود، لغه اليهود بيحكوش اليهود عربي. احنا لازم نتمسك باللغه العربيه لان احنا عرب مش يهود. مرفوض أن يكون إحنا نسمي البلدات العربية بالأسماء اليهودية، وهيك إحنا بنسينا شو إحنا وبنسينا كمان قضيتنا. إذن اطلعنا على بعض هذه الآراء، ولكن الآن أريد أن أتحدث حقيقة حول نحن نحمل الاحتلال الإسرائيلي بأنه سرق أراضينا، سرق مدننا، سرق أسماءنا، ولكن أيضا نحن شبابنا الفلسطيني، رجالنا يستخدمون في بعض الأحيان مصطلحات عبرانية. بعض المحلات التجارية تعلق لافتات مكتوبة باللغة العبرية، البعض يرى بأن هذه ظاهرة غير صحية. نرمين، هل توافقين على هذا الأسلوب؟ هنا بدي أوضح كثير شغلات. أول شيء إحنا تحت احتلال اللي هو صار عمره 65 سنة، فبطبيعة الحال إنه إحنا كمان مش نتطبع، انه احنا نتاثر بهذا الاحتلال. هذا الشيء كثير اكيد. الشيء ببلش احنا كمان نحكي عن القرى المهجره او عن البلدات العربيه، هذا الشيء موجود باللافتات اللي بالشوارع. احنا لما تجينا فاتوره المي او فاتوره الكهرباء بتيجي باللغه العبريه. في كثير شغلات اللي هي مفروض علينا احنا نستخدمها باللغه العبريه. بالمقابل انه في كلمات احنا نستعملها زي كلمه، يعني معروف بالداخل بيستعملوا كلمه بسادر اللي هي طيب. في كثير كلمات احنا بناخذها، بس هذا مش شرط انه احنا كمان مسالمين لهذا الاحتلال. احنا بنعرف انه هذا اللي احنا موجودين تحت احتلال، احنا تاثرنا شوي بهذا الاحتلال، بس احنا كمان بضل في عندنا الوعي كفلسطينيه بالداخل، احنا نحافظ على اللغه العربيه، نحافظ على تراثنا العربي، نحافظ على بلداتنا، لانه من هون بتطلع كمان في مش بس عندنا ما اسمهاش هيك، في كثير كان في محاولات انه احنا كمان نحافظ على تراثنا، على لغتنا، على ادبنا العربي. بس كمان الاحتلال كمان احنا محاطين بالاحتلال الموجودين فيه. يعني قديش واحد بده يطير من العشر الموجود. بيقدر انه احنا نعمل بصمه، نشجع الشباب انه احنا نحافظ على لغتنا العربيه، بس كمان الاحتلال بحاول يطمس كل شيء هو فلسطيني، كل شيء هو خاص باللغه العربيه. جمال، السؤال ايضا هو حول الوعي. الراي العام الفلسطيني يرى بانه كثير من الشباب الفلسطينيين هنا في الداخل يستخدمون مصطلحات اسرائيليه عبرانيه. وضح لنا لماذا أولئك الشبان يستخدمون مثل هذه المصطلحات؟ أخي أحمد، يجب أن نشير إلى أن الأقلية الفلسطينية التي بقت داخل أراضي 48 هي أقلية جبارة استطاعت مقاومة المؤامرة ضدها من جميع النواحي، وخاصة أنها موجودة
في داخل هذا الكيان. هذا الكيان خطط وسهر الليالي على محي ذاكرة كل ما هو فلسطيني من الجيل الذي ينشأ في داخل هذا الكيان. ربما لا يهمه ما يدور من حوله في الأراضي الفلسطينية التابعة للسلطة أو في العالم العربي ككل أو دول الجوار. نحن كأقلية نحن من نخيف هذا الكيان، لأننا نعيش في داخل هذا الجسد. عملوا جاهدين على إنشاء خطط لتهويدنا نحن كأنفسنا، لم يكتفوا بتهويد القرى، تهويد الشارع، تهويد كل ما هو عربي. أهم ما فكروا فيه هو تهويد الإنسان، ونجحوا هنا وهناك، ولكن ككل أعتقد أن هذا المخطط لم ينجح. عملية النطق في كلمات عبرية في مجتمعنا الفلسطيني أعتقد أن هذا الأمر ليس خطير. نشاهد ما خلفه الاستعمار الفرنسي في الجزائر وفي دول المغرب العربي، هناك لا يجدون التحدث بالعربية. نحن الحمد لله ما زلنا نتحدث العربية لغة الضاد نجيدها. هناك لدينا شعراء كالمرحوم محمود درويش وغيره. نحن شعب لم نذوب ولن يستطيع هذا الكيان إذابتنا في وصهرنا في وأيضا الآن الشباب الفلسطيني يعني والعربي يستخدمون مصطلحات إنجليزية، يستخدمون مصطلحات فرنسية، هذا طبعا معلوم وهذا معروف. مشاهدينا سوف نشاهد التقرير التالي حول تلك الشاخصات والإعلانات اللي موجودة في الشوارع هنا لنتعرف أكثر على هذه الظاهرة. أكثر من 6 عقود من التهويد والأسرلة عاشها الفلسطيني في الداخل. ثقافة الاحتلال تغلغلت فيه وأثرت بشكل سلبي على ثقافة فلسطيني الداخل. الزائر للبلدات العربية لا يراها خالية من اليافطات أو الشاخصات المكتوبة باللغة العبرية، وأحيانا تلك المترجمة من العبرية إلى العربية بشكل خاطئ. التهويد كل ماله عم بيزيد وكل ماله عم بتفشى زي المرض، بس احنا كعرب الداخل موجودين هنا احنا بنرفض هذا الاشي طبعا، واحنا بنرفض انه ظاهرة التهويد تأثر علينا حتى باللاوعي تاعنا. التأثير كان أيضا على لسانهم العربي، حيث تلوثت بمصطلحات وعبارات عبرية اعتاد بعضهم على استخدامها ودخلت اللهجة الشعبية. لكن بعض الشباب يأبى أن يستخدم تلك اللغة التي تمثل الاحتلال والاضطهاد، ويحاول ما استطاع استخدام لسانه العربي والابتعاد عن اللغة العبرية. ولعل هناك العديد من الأسباب التي يطول شرحها. الهدف اليوم هو ليس البحث عن الأسباب بل تصويب اللسان. إذن مشاهدينا سوف نستكمل هذا الحوار، ولكن السؤال لك خالد، هل تظن بأن هنالك وعي عند رجال الأعمال بأنه استخدام مثل هذه الأرمات أو هذه الشاخصات ليس مفيدا؟ يعني نحن داخل مدن العربية، داخل مدينة الناصرة، لماذا نرى شاخصات باللغة العبرية؟ ما هو الهدف عند رجال الأعمال؟ أولا دعنا نعود إلى ما ذكره الزملاء. ربما كان المخطط الصهيوني منذ البداية أن من تبقى هذه الأقلية الفلسطينية التي ظلت على أرضها التاريخية، كان بعض زعماء الحركة الصهيونية يكررون المقالة التي تقول الكبار سيموتون والصغار سينسون. ومن هنا أنا أريد أن أدخل في هذه المداخلة حول الموضوع الذي ذكرته، أن كل مستعمر في العالم، كل مستعمر في العالم يحاول أن يثبت هويته الاستعمارية من خلال الثقافة الاستعمارية التي يضعها. ونحن إذا شئنا أم أبينا نحن تحت استعمار. هذا الاستعمار يختلف عن باقي الاستعمارات في العالم، أنه استعمار كولونيالي استيطاني جاء بمفاهيم خاصة ومميزة، وكان هدفه منذ البداية محاولة تذويب الهوية الفلسطينية وتذويب المفاهيم الفلسطينية. حتى يعني أنا لا أستطيع اليوم أن أقول أن من يعمل كمقاول أو صاحب محل تجاري هو يعي ويدرك خطورة، أو يعي ويدرك أن هذه العملية هي
لا تتناسب معه، ولكن هناك قوانين وضوابط تفرضها السلطة الإسرائيلية على أصحاب المحلات التجارية، على المقاولين. على سبيل المثال يجب أن يكون على اللوجو أو الشعار والاسم العنوان لكل مقاول في اللغة العبرية، الختم يجب أن يكون في اللغة العبرية. فهناك في فرض أمر واقع فرض على هذا الإنسان الفلسطيني أن يلتزم في القوانين الإسرائيلية، وإلا سيصبح كما قلنا كالأيتام على مائدة اللئام. نحن نعيش في هذه الحالة، حالة الأيتام على مائدة اللئام. نحن لا نعيش بشكل طبيعي، نحن نعيش تحت اضطهاد، تحت استعمار، تحت عملية قمع. حتى إن كانت اللغة، يعني هناك المنهاج التدريسي الذي لم نتطرق له أيضا، هذا المنهاج هو موجه منذ البداية. في الماضي عندما دخلت إسرائيل وتشكلت الدولة الإسرائيلية كانوا الكبار في السن يقول كف ما بلاطم مخرز، ولكن جاء الجيل الثالث وقال الكف يلاطم مخرز ويهاجم دبابة وينتفض في الحجارة. هذه حالة الوعي التراكمية التي نشأت عند الفلسطيني. أنا باعتقادي هي رد فعل على كل ما جاء وعلى كل الأساليب المدروسة والممنهجة لعملية تدمير الهوية وتدمير الذات الفلسطينية، جاءت لترد بشكل آخر. نعم، نحن نعي وندرك أن الشعارات واللافتات والأسماء هي في اللغة العبرية، وربما نحن أيضا بحاجة إلى توجيه واضح كما ذكر زميلي، أن نتوجه أيضا إلى الأحزاب السياسية وإلى المؤسسات والجمعيات الفاعلة في الوسط العربي من أجل مواجهة هذا الموضوع بشكل حقيقي وواضح. مشاهدينا، أيضا لابد الإشارة إلى أن الثبات الفلسطيني في هذه الأرض ليس مجرد شعارات. هذا المكان الذي نحن فيه جمعية العودة والتراث إلى صفورية، أبو عرب يعني هو من المهجرين من هذه القرية الفلسطينية، يعني جاء بهذه المقتنيات جمعها لأكثر من 3 عقود. لنشاهد هذا التقرير حول هذه الجمعية وحول جهود أبو عرب في تجميع ما يمكن تجميعه لإثبات ذلك التراث الفلسطيني الذي يمتد لآلاف السنين. العم أمين محمد علي، أو كما يسمى أبو عرب، هو مثال حي على حفظ الأسماء والتراث في مدينة الناصرة والداخل الفلسطيني عموما. أبو عرب الذي ولد عام 35 من القرن الماضي عايش النكبة بتفاصيلها، ورأى كيف سلب الوطن والأرض والتاريخ، لكنه لم يترك ما عايشه من ذكريات طي النسيان والكتمان، بل صدح بما لديه من شوق وحب لقريته صفورية التي هجرت ودمرت عام النكبة. من خلال هذا المتحف الشخصي استطاع أبو عرب أن ينقل للأجيال القادمة الكثير من القصص والمعاني التي تساهم في زيادة ارتباطهم بأرضهم وتراثهم. هاي المجموعة بتشكل جزء من ماضينا وجزء من حاضرنا وجزء من مستقبلنا، وهي بتأكد حقيقة جذور شعبنا في هاي البلاد آلاف السنين، وجزء من هويتنا، جزء من هويتنا. هذا المعرض هو مسخر لجمعية صفور للتراث والعودة، ومسخر لجمعية الدفاع عن حقوق المهاجرين في البلاد. كتير بيجوا بزوروا، نشرح لهم، وخاصة بأنه شبابنا اليوم ما عندهم فكرة ولا عايشوا الفترة اللي بياتنا وجدودنا عاشوا من وراء هاي الأدوات سنين في هاي البلاد في فلسطين. كل ما يأمل ويحلم به أبو عرب هو أن يقوم بإرجاع هذه الأغراض والأدوات التي تحمل تاريخنا الفلسطيني من تحت الغبار إلى هناك، إلى مكانها الأصلي في صفورية. اليوم
يسعى الجيل الشاب لاسترجاع الأسماء الأصلية الخاصة بالمدن والبلدات الفلسطينية من خلال نشر الوعي بأسمائها العربية. أما أبو عرب فيجتهد بمبادرة شخصية لاسترجاع الذاكرة عن طريق تجميع التراث الفلسطيني الذي بعثر على مدى 6 عقود. يعني نرمين شاهدنا هذا المكان، هنالك العديد من المحاولات ولكنها بنهاية المطاف محاولات فردية، حتى يعني عملكم أنتم في الحملة يعني فردي، يعني ليس أمرا جماعيا. أين هي تلك الأحزاب الفلسطينية؟ أين هي لجنة المتابعة؟ أين هم القيادات الفلسطينية؟ أو لربما كلهم لا يستطيعون إثبات هذا الوعي. لماذا لا يوجد هنالك خطة واضحة لتثبيت الناس بلسانهم العربي؟ أنا بتخيل إنه الحراك الشبابي هو أقوى من أي أحزاب. إذا نستنى الأحزاب في كتير شغلات راحت علينا ورا الأحزاب. أنا كتير بيهمني الحراك الشبابي لأنه هذا نابع من عفوية الشباب. كل ما إشت صارت تحت إطار سياسي أو تحت إطار جمعيات بتروح المصداقية منه. إحنا مجموعة شباب صادقين، بهمنا الوطن، بهمنا إنه إحنا نعبر عن محبتنا للوطن. في كتير أوجه للنضال، أنا بتخيل إحنا عم نعمله هذا وجه من أوجه النضال. إحنا كمان مجموعة شباب مش محزبين، ما فيش عنا انتماءات حزبية بارزة، فلهي كان الاشي اكثر من مبادره شخصيه من احنا من مجموعه الشباب. جمال، انتم ايضا يعني حوالي نفس السؤال، انت متابع للقضايا السياسيه للنشاط السياسي، اين هي تلك الاحزاب؟ اين هي تلك اللجان التي يعني من فكت يعني تدعو وتنادي ومؤتمرات؟ اين هي من هذا الواقع؟ نحن في كل مده نختار لنا اعضاء كنيست يمثلوننا في البرلمان الاسرائيلي، والمؤسف ان البرلمان الاسرائيلي يتيح للعضو العربي التحدث بالعربية. لا نفهم لماذا يتفنن في اللغة العبرية لمن يريد إيصال الرسالة. أعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان من اليهود يستطيعون ترجمة ذلك بعد خروجهم. عمليا إذن القيادي الذي نختاره نحن كشعب هو غير حريص على إبراز لغتنا حتى في معقلهم في البرلمان الإسرائيلي. من هنا تبدأ المصيبة. هناك مجالات أخرى لمحاولة التصدي لهذا المخطط كما ذكر زميلي خالد. نحن يبدأون هذه الحملة علينا في الصف الأول والصف الابتدائي، الصفوف الابتدائي، المرحلة الابتدائية. اللغة العربية لا أعمم، هناك معلمين للغة العربية لا يجيدون قواعد اللغة العربية، وهذه مأساة. نشاهد من ناحية اللافتات التي وضعوها على الشوارع اسم مثلا الناصرة العليا نتسيرت عليت، مترجمة حرفيا نتسرت عليت بالأحرف العربية، بأحرف عربية، ولكن حتى ليس بصورة صحيحة. هناك أحيانا كلمة لقرية معينة مضحكة لأن هناك حرف وضع خطأ أو ربما انتقصوا عمدا من هذه الكلمة، ولا حياة لمن تنادي. كانت بالماضي عدة كتابات في وسائل الإعلام لماذا هذا يحدث، ولكن تبين لنا أن من يقدم هذه الترجمة لشركة معتس للشوارع الإسرائيلية هو مهندس عربي. وهنا كانت المصيبة. لا نعلم، لا نتهم أحد، ولكن أصبحنا نمر، أصبح كل شيء عادي بالنسبة لنا، تعودنا على هذا الأخطاء اللسانية، وربما بكل الأحرف، احتقار للغتنا، ونحن نمر صامتين لا دخل لنا. يعني أنت بتشعر أنه هذا مقصود؟ يعني هم يحقرون هذا اللسان العربي؟ نعم، ونحن للأسف كمجتمع لم أشاهد أحدهم نزل من سيارته ومعه مرش دهان وغطى هذا الخطأ الذي يمسه ويمس لغته وكتب بخط يده الاسم الصحيح لهذا البلد. لم أسمع. لربما ركضت وراءه مئات الأميال والتقطت له صورة وقلت هذا أول بطل في الداخل. نحن بحاجة لأشخاص، لا يكفي إثارة القضايا عبر الأثير، عبر التواصل الاجتماعي، هذا مهم يبث الوعي، ولكن ما هو أهم
النزول إلى الشارع والعمل بشكل جسدي للتغيير الحديث. اليوم كل شخص أصبح وهو يجلس بغرفته أمام الحاسوب يكتب له سطرين ينتقد حالة معينة وانتهت المهمة. لا يريد أن يخرج للشارع لمسافة كيلومتر واحد وهو يعلم أين يوجد الخطأ، هو بجانب قريته بجانب مدينته، ولكن لا يتحرك لتغيير هذا الخطأ الذي يمسه. إذن أنا أتهم نفسي أولا وأتهم مجتمعي أن نحن نعم مشتركون في هذه المؤامرة، وهناك حالة جهل يجب محاربتها بنفس محاربة هذا المخطط الذي رسم لنا كأقلية فلسطينية في إسرائيل. خالد، خلينا نتشائم قليلا. إذا لم نفلح هنا في الناصرة في المناطق الأخرى بإيقاف هذا المشروع التهويد الأسرى، أين يريدون في المؤسسة الإسرائيلية إيصال هذا الشعب؟ يعني ما هي الخطة النهائية لهم؟ هذا ليس جديدا علينا. ما قاله كينينغ مسؤول اللواء الشمالي أننا نريد هذا الشعب حطابون وسقاط ماء. هم يريدوننا كما هم يشاءون وليس كما نحن نشاء. وأنا باعتقادي هذه الحالة التي ذكرتها في بداية اللقاء أننا خرجنا من الكمكم وخرجنا من القوقعة ولاطمنا المخرز. وباعتقادي لا يمكن لهذه المؤسسة الصهيونية أن تسيطر على ما لا يقل عن 1.5 مليون إنسان فلسطيني يعيش في داخل مناطق ال48 في داخل المدن الفلسطينية التاريخية في الجليل الأعلى والأسفل والنقب والمثلث. لا يمكن أن يكون هناك حالة تشاؤمية كما تذكر. نحن نعلم ربما نعيش في حالة سبات أو في حالة تقهقر معين في ظل غياب الأيديولوجيات وفي ظل غياب التعددية الديمقراطية والأحزاب التي لعبت يوما ما دورا في عملية رفع مستوى الوعي عند الأجيال الناشئة. نحن نعتقد مع كل هذه الأزمة ومع كل هذا الواقع الفلسطيني المرير الذي نعيشه ومواجهة هذه المخططات التهويدية لتهويد فلسطين التاريخية، نحن نؤمن أن الأجيال الناشئة، الأجيال الجديدة، الأجيال التي ابتكرت وابتدعت ما اسمهاش هيك وأشياء أخرى ربما نراها، سوف ترد على هذا الكيان بمفاهيم جديدة وبآليات جديدة تتماشى والواقع الجديد. أنا متفائل بعكس ما يقوله البعض أننا تهودنا. نحن لم نتهود. نحن الذين حافظنا على تاريخ هذه البلاد وعلى تراثها وعلى وجودها وعلى بقاء القضية الفلسطينية قضية محورية في العالم. فنحن ما زلنا نتكلم اللغة العربية مع كل الصراعات، ونحن ندرك أن هناك وعي جديد. نرمين، أخيرا، هل أنتم كشبيبة تواجهون على سبيل المثال مضايقات من قبل المؤسسات الإسرائيلية التي ترى بأن عملكم طبعا يضر بهذا المشروع؟ ما هي المضايقات التي يتتعرضون إليها؟ هي الحملة انطلقت بالتزامن مع ذكرى النكبة ب15/5، ما صارلهاش كثير. بتأمل إنه ما يكونش في أيتها مضايقات، بس بشكل عام في دائما مضايقات للمؤسسات الإسرائيلية بكل ما يتعلق في تذكير بالنكبة والتشبث العرب بجذورهم. يعني أنا كمان بستذكر كمان بالجامعات كمان إحنا لازم نذكر الطلاب والشباب بالجامعات، هن كثير كمان هن كثير بوصلوا الرسالة الفلسطينية بشكل الصح كمان للمؤسسات الإسرائيلية الكبيرة. بجامعة الأبيب في كل سنة بيكون في ذكرى النكبة بالجامعة، وبيكون في عليها دائما صراع بين اليمين الإسرائيلي وبين الطلاب العرب. فبتخيل إنه إحنا كشباب عربي إحنا عندنا الوعي كيف إنه إحنا ندافع عن فلسطينيتنا، عن تراثنا، عن هويتنا. وهذا دليل إنه إحنا بعدنا بنستخدم ورايحين نحافظ على اللغة العربية. إحنا باحتلال عمره 65 سنة، مزبوط. بدي أرجع كمان إحنا بنستخدم مرات اللغة العبرية، بس في كلمات اللي هي إحنا صعب نلاقي البديل تبعها باللغة العربية لأنه هي صارت مذوتة فينا. بس هذا مش لأنه إحنا جهل منا، ممكن إحنا في عنا تقصير، بس في كلمات اللي هي إحنا صعب نلائمها للغة العربية فبنستخدمها باللغة العبرية.
وبتأمل إنه ما يكونش في أياتها تسكير علينا كصفحة، لأنه كمان في تخوف إنه إحنا ممكن يكون يصير عندنا هجوم ويسكروا لنا الصفحة. بتأمل إنه ما يصيرش. مشاهدينا، لاقتراحاتكم، أفكاركم، تواصلكم معنا، هنالك الصفحة الإلكترونية وهنالك أيضا صفحة الفيسبوك أهل البلد، يمكن لكم أن تتواصلوا معنا عليها. شكرا لكم مشاهدينا، وإلى لقاء آخر مع برنامج أهل البلد.